14 قانون أعطى للأطباء بعض المميزات المادية، أقر من سنة 2014، ادى حوافز وادى بدل مخاطر مهن طبية. الحاجات دي رفعت أجر الطبيب حديث التخرج، يعني كان أجره قبل ما نبتدي كلام على مشاكل الأطباء حوالي 250 جنيه، رفعت لحوالي 2000 جنيه. طبعا أقل كتير قوي من حق الطبيب، ولكن بالتأكيد شكل تحسن ونقلة. فوجئنا من حوالي أسبوع في الجرايد وعلى المواقع الإخبارية بطرح الوزارة لمشروع قانون لتعديل قانون 14 بإضافة باب خاص للتأديب. طبعا أول انطباع لأي حد بيسمع إن أكيد مفروض لما بندي لحد مميزات مادية بندقق في محاسبته وأكيد يلتزم، وده كلام محدش ضده. أما في المشروع اللي بين إيدينا فجميع أعضاء المهن الطبية بما فيهم أعضاء الدرجات التنفيذية والدرجات العليا بيتحكموا قدام لجنة من 5، 4 من قيادات الوزارة وقاضي منتدب من محكمة مجلس الدولة. يعني اللجنة المكونة من 5 منها 4 من 5 من قيادات الوزارة. احنا لسه عندنا من شهرين قضية اتمسك فيها مساعد وزير ماشي متلبس برشوة عالية. فالحقيقة أن نقصر حساب قيادات التنفيذية والسلطات العليا على لجنة منهم نفسهم حاجة تفتح بابا واسعا للفساد. طب هل أضاف حاجات تدقق عمل الأطباء وتحسنه؟ على الإطلاق. العقوبات اللي موجودة فيه، يعني في قانون الخدمة المدنية في باب العقوبات والتأديب بنفس الاسم التأديب 8 عقوبات متدرجة. هذا مشروع قانون حاطط 6 عقوبات متدرجة تنتهي بالفصل. لفظ التأديب مش جديد، التأديب فيه تأديب إداري، ده موجود برضو في فصل الخاص بالعقوبات والتأديب في قانون الخدمة المدنية وموجود بنفس الاسم، فهو لم يضف جديد. الجديد الحقيقة والخطير اللي أضافه هو المساعدة على إفلات قيادات العليا والتنفيذية. دي حاجة التانية ان قرار اللجنة نهائي ملوش تظلم، دي حاجة غير عادلة على الإطلاق. عقوبة الإيقاف عن العمل اللي يقدر يقررها من الممكن أن تتكرر إلى ما لا نهاية.